فريق وداخل غرفة الملابس كما تحدث. ولكن أنا الآن أريد أن أتحدث بشكل أعمق عن ما يحدث بين بيريز وتشابي ألونسو، وتحديدا ذكرت بعض التقارير في بداية الحديث، فيقال إن بيريز لم يكن بالأساس مقتنعا بتعيين تشابي ألونسو منذ البداية. هل ترى أن هذا صحيح كفكر؟ وما مدى تأثير ذلك أيضا على ثقة الإدارة في المدرب الحالي بعد هذه التصريحات؟ يعني إذا تذكرت يا شروق، تحدثنا عن هذا الموضوع مباشرة بعد نهاية كأس العالم للأندية. صحيح. وعندما كنت أراجع بعض المداخلات والفيديوهات وجدت مداخلة معك في الصبيحة تحدثنا فيها حول هذا الموضوع، وقلت لكم حذاري مباشرة بعد إقصاء ريال مدريد من كأس العالم للأندية في الصيف، حذاري، لأن فلورنتينو بيريز صبره لن يكون كبيرا ولن يكون فلورنتينو مع تشابي ألونسو، لأنه لم يكن يعني مقتنعا به منذ البداية، وكان حلا ترقيعيا. ومن أصر على التعاقد مع تشابي ألونسو كان هو سانتياغو سولاري المدير التقني، بالرغم من أن فلورنتينو بيريز وضع كل يعني الأسباب لتفادي ذلك. فبالتالي أن نرى خروجا لتشابي ألونسو ربما الآن في الميركاتو الشتوي إذا يعني النتائج لم تساعفه، أو ربما في نهاية الموسم، هو أمر وارد جدا. الآن فلورنتينو بيريز يريد التخلص حتى من فينيسيوس جونيور، لأن هناك حديث أن هناك عروض من باريس سان جيرمان، وكذلك ترينت ألكسندر أرنولد يريد الرحيل والعودة إلى إنجلترا. فأظن أن هذا الموسم سيكون موسما انتقاليا بالنسبة لريال مدريد في هذه الرحلة عن التألق والعودة للتألق في الموسم القادم. فقط هناك أمر يمكنه أن ينقذ تشابي ألونسو، وهو تلك المباراة التي تفوق فيها تشابي ألونسو وريال مدريد على برشلونة وهانزي فليك وتمكنوا من الانتصار. لكن الصحافة المدريدية تقول في تشيرينغيتو في مجموعة من البرامج، تقول حذار يا تشابي ألونسو، لن تضر الرماد في أعيننا بذلك الانتصار أمام برشلونة. نحن نريد الانتصار على برشلونة دائما، لكن الألقاب ترفع والكؤوس ترفع في نهاية الموسم وليس أمام مباراة برشلونة. ولم تكتفي يعني التقارير والصحافة الإسبانية بهذه التصريحات فقط أو بهذه الأخبار، ولكن أيضا أكدت أن ألونسو فقد السيطرة تماما على غرفة الملابس، وأنه لا يجيد التعامل مع النجوم الكبار بالفريق. كيف تقيم هذا؟ وهل يعني يمكن أن نتحدث بالتفصيل كيف نرى لو تشابي ألونسو بالفعل فقد السيطرة؟ هل هناك ما يثبت؟ شوف يا شروق، هو في مدريد هناك دائما تسريبات لصحفيين مواليين لنادي ريال مدريد. هنا أتحدث عن مثلا إدوا غيري، أتحدث عن توماس رونثيرو، يعني مدراء وصحفيون في برامج مثل تشيرينغيتو، في جرائد مثل الآس والماركا. هؤلاء الصحفيين مرجع بالنسبة للجميع من ناحية الأمور الداخلية في مستودع ملابس ريال مدريد. لماذا؟ لأن لديهم علاقة وطيدة ومتواصلة مع إداريين في النادي وحتى مع اللاعبين. عندما يتم تمرير هكذا معلومات، هذا يعني أن هناك لاعبين وهناك مسؤولين داخل نادي ريال مدريد في مصلحتهم أن يتم تسريب هذه الأنباء وزرع هذه القلاقل يعني هذا التشويه في يعني فلك نادي ريال مدريد. فأنا أعطي لهذه الأنباء مصداقية 100%، وهناك أدلة. نرى كيف أن مثلا رودريغو، كيف أن إندريك وهو برازيلي كذلك يعني يتذمرون وهم جالسون على دكة الاحتياط عندما يرون أنهم لم يلعبوا ولا دقيقة ولا ثانية واحدة في مباراة أو في مباراة